بين ذراعي الأب ينام الطفل آمنا إلا إذا كان الأب ملكا والطفل وليا للعهد. في العادة بنقول إن دم الإنسان غالي، وإن اللي أغلى من دمك هو دم ابنك أو حفيدك. الضنا هو أغلى شيء في الوجود، لكن في الأصول والقواعد بتتغير والمنطق البشري بيقف مشلول. النهاردة هنشوف سفاحين بمعنى الكلمة، بس الضحايا المرة دي مش أعداء ولا حتى ناس غريبة. الضحايا هم اللي كان المفروض يكونوا امتداد للحاكم وسنده. إزاي الخوف على السلطة بيكون أكبر من الخوف على الابن. في الفيديو ده هنشوف إزاي ملوك وسلاطين التاريخ بيذكرهم بالعظمة، لكن ورا جدران قصورهم لسه بتتسمع صرخات ولادهم اللي اتذبحوا بدم بارد بس علشان التاج ما يقعش من على راس الاب. هنبدا مع بعض رحله في الجانب المظلم من النفس البشريه، وهنشوف الاب وهو بيتحول لسياف والابن وهو بيتحول لتهديد. وهنبدا باقلهم دمويه لو كان للدم درجات علشان نقدر نستوعب الباقي. خليك معايا للاخر علشان تعرف اصل الحكايه. نبدأ حكايتنا مع الدولة العباسية، وتحديدا مع الخيزران بنت عطاء أم الخليفة هارون الرشيد وموسى الهادي. الخيزران كانت ست قوية جدا ومسيطرة، وكان جوزها الخليفة محمد المهدي مدلعها ومخليها تتدخل في كل كبيرة وصغيرة في الحكم. لما مات الخليفة محمد المهدي مسك ابنها موسى الهادي الحكم، بس موسى ما كانش عاجبه إن أمه تتدخل في سياسة الدولة، وكان دايما يقول لها يا ست الكل خليكي في صلاتك وقرآنك. طبعا الخيزران ما عجبهاش كلام ابنها، وحاولت تخلي جوزها قبل ما يموت يغير ولاية العهد لصالح ابنها التاني هارون، وفعلا سمع كلامها وقرر ان الولايه تروح لابنه التاني هارون. بس للاسف مات قبل ما يعلن القرار ده، وبقى موسى هو الحاكم. الصدام كبر بينهم جدا، وموسى قال لها ان مفيش حد من رجاله الدوله هيروح لها تاني، ولو حد راح لها هيقطع رقبته. وجمع قاده الجيش وقال لهم يرضي مين فيكم ان سيره امه تبقى على كل لسان، والناس تتكلم في حقها بسبب دخولها في اللي ملهاش فيه. وطبعا القاده خافوا ومحدش قدر يفتح بقه. وللاسف بعد الحكايه دي موسى ما كملش الحكم اكتر من سنه، والحكايه انتهت بنهايه مأساويه لما الجواري بتوع موسى بتحريض من امه حطوا له السم في الاكل ومات وهو لسه شاب صغير عنده 25 سنه على ايد امه علشان يفتح الطريق لهارون الرشيد. خلصنا من بغداد، نروح بقى للأندلس، وتحديدا سنة 350 هجرية لما مسك الحكم الخليفة المستنصر بالله، وجاب لابنه واحد علشان يربيه ويجهزه للخلافة من بعده. كان اسمه محمد بن أبي عامر. ولما مات المستنصر بالله سنة 366 هجرية المفروض اللي يتولى الخلافة من بعده ابنه اللي كان اسمه هشام، بس للأسف هشام كان لسه صغير عنده 12 سنة بس، وبقى الواصي عليه محمد بن أبي عامر، أو زي ما كانوا بيلقبوه الحاجب المنصور. ومنع هشام إنه يقابل حد أو حتى يخرج من القصر إلا بإذنه. الراجل ده كان هو الحاكم الفعلي للأندلس. محمد بن أبي عامر كان عنده ولدين، عبد الملك وعبد الله. عبد الله حس إن أبوه بيميز أخوه عليه، فقرر يتمرد وينقلب على أبوه بالتعاون مع أعدائه. ولما أبوه عرف قرر إنه يقتله، فعبد الله عرف بنية أبوه فقرر ان هو يهرب. فابوه بعت له ووعده بالامان، ولما الواد رجع امر الحرس يقتلوه ويطيروا رقبته. ومش بس كده، ده خد راس ابنه وقدمها للخليفه هشام علشان يخوفه ويوصل له رساله ان اللي هيفكر يلمس الكرسي بتاعي ملوش عندي خاطر حتى لو كان ابني. ونفضل في الاندلس بس نروح لاشبيليه سنه 422 هجريه لما الخلافه الامويه سقطت. كان في طائفه اسمها بنو عباد، وكان بينهم حاكم سفاح اسمه المعتضد بن عباد. الراجل ده كان معروف انه سفاح بمعنى الكلمه، وكان عنده هوايه غريبه انه بيعمل جماجم اعدائه اثار ورد في جنينه القصر. تخيل تبقى داخل القصر وتلاقي اثار الورد جماجم. ابنه اسماعيل زهق من دمويه ابوه فقرر ينقلب عليه ويقتله ويمسك هو الحكم. خد رجالته وطلع على القصر علشان يقتل ابوه، بس من حظه الوحش ان ابوه ما كانش في القصر. ولما ابوه عرف باللي حصل امر رجالته يقتلوه، واسماعيل هرب واستخبى، وبعدين حاول يرجع يتسحب للقصر علشان يقتل ابوه بالليل. المعتضد كان حاسس بغدر ابنه، وفعلا عمل له كمين في القصر وقبض عليه وامر باكله فورا وقدامه كمان. وكمان امر ان راس ابنه هي كمان تتحول لقصريه زرع. مش قلت لك هنبدا بالاقل دمويه؟ اما في مصر الفاطميه فالحكايه كانت صعبه جدا مع الخليفه الحافظ لدين الله. ولاده حيدره وحسن دخلوا في حرب اهليه طاحنه علشان مين يبقى ولي العهد، ومات فيها الاف البشر. لما حسن انتصر وبقى هو ولي العهد بدا يطهر الدوله ويقتل كل اللي وقف ضده، لدرجه ان الجنود صاروا وحصروا القصر وطلبوا راسه. وكل ده حصل والخليفه الحافظ لسه عايش، وما لقاش حل علشان ينقذ نفسه وعرشه غير انه يقتل ابنه حسن. جاب طبيب القصر وطلب منه السم يقتل بسرعه ومن غير الم، وفعلا مات الابن بقرار من ابوه علشان الدنيا تهدى والخليفه يفضل في مكانه.
وفي عصر المماليك بنفتكر المؤيد شيخ اللي بنى المسجد الشهير اللي عند باب زويلة. المؤيد كان عنده ابن اسمه إبراهيم وكان محبوب جدا من الشعب. الأب بدأ يحس بالغيرة من شعبية ابنه فقرر إنه يخلص منه، فبعته في حملات عسكرية صعبة في الشام علشان يخلص منه. بس سبحان الله إبراهيم كان بيرجع منتصر وشعبيته بتزيد أكتر. المؤيد قرر يخلص منه بالسم في عزومة كبيرة بمناسبة الانتصار، وفعلا ابنه مات مسموم. بعد ما مات ابنه المؤيد دخل في حالة اكتئاب وندم شديدة ومات بعده بكام شهر واتدفن جنبه في نفس المسجد اللي بناه، وكأن الكرسي اللي قتله علشانه ما كانش يستاهل كل ده. ونوصل بقى الليفل الوحش العثمانيين. الموضوع بدأ بقانون رسمي حطه السلطان محمد الفاتح واسمه قانون ناما، والمادة دي كانت بتقول صراحة إن من حق السلطان اللي يقعد على العرش يخلص من إخواته الذكور علشان يحمي الدولة من الحرب الأهلية، وكمان علشان يحمي الدولة من الفتن. تخيلوا إن القتل بقى حلال بالقانون. وكمان مبارك من بعض شيوخ السلطان وقتها. أشهر وأصعب قصة في السلسلة دي هي قصة السلطان سليمان القانون وابنه الأمير مصطفى. مصطفى ده كان ابنه الكبير وكان فارس شجاع جدا ومحبوب من الجيش الانكشاري ومن الشعب كله، والكل كان شايف فيه السلطان اللي جاي. لكن دوام الحال من المحال، والغيرة لما بتدخل القصور بتهدها. الصراع بدأ من عند السلطانة خرم اللي هي مرات سليمان القانون المفضلة. خرم ما كانتش عايزة مصطفى يمسك الحكم لأنه مش ابنها، وكانت عايزة واحد من ولادها هي اللي يوصل للعرش، وعلشان تضمن ده كان لازم تخلص من مصطفى. خططت بالتعاون مع جوز بنتها الوزير رستم باشا. رستم باشا بدأ يزرع الشك في قلب السلطان سليمان ويقول له ان ابن مصطفى كبر وبقى ليه جيش بيحبه، وبدأ يخطط علشان يزيحك من على الكرسي ويقعد هو. سليمان في الاول ما كانش مصدق لان ابن مصطفى كان وافي جدا، لكن رستم وخرم ما سكتوش وفضلوا يزوروا رسائل باسم مصطفى رايحه للصفويين اعداء العثمانيين بيطلب منهم الدعم علشان ينقلب على ابوه السلطان العجوز. سليمان مع الوقت ومع ضغط خرم والتقارير المزيفه بدأ يحس بالخطر على عرشه. وفي سنه 1553 لما كان الجيش العثماني طالع حمله لبلاد فارس، سليمان استدعى ابنه مصطفى لخيمته السلطانيه علشان يقابله. الامير مصطفى رغم تحذيرات كل اللي حواليه انه ما يروحش الا انه راح، وقال لهم ده ابويا واستحاله يغدر بيا. ودخل الخيمه وهو رامي سلاحه بره وعنده ثقه كامله. اول ما دخل الخيمه ما لقاش ابوه، لقى 7 من الجلادين السم البكم مستنيينه. هجموا عليه وحاول يقاوم بكل قوته وهو بينادي على ابوه اللي كان واقف ورا ستاره بيراقب المشهد، لحد ما الجلادين خنقوه بالخيط الحريري المشهور. ومات مصطفى وهو عنده 38 سنه بس. والمصيبه ما خلصتش هنا. السلطان خاف ان محمد ابن مصطفى اللي كان عنده 7 سنين بس يكبر ويطالب بدم ابوه، فبعت حد يقتله هو كمان. وكمان قتل كل اولاد مصطفى اللي هم احفاده علشان يقطع نسل مصطفى تماما. وبعد كده مات سليمان وساب الحكم لابنه سليم الثاني اللي كان ضعيف جدا. وبدات من هنا ملامح ضعف الدوله العثمانيه، وكأن دم مصطفى كان هو اللعنه اللي اصابت العرش اللي سليمان حاول يحميه بالقتل. ودي كانت نهايه الامير اللي الشعب سماه المظلوم. والقصه دي بتثبت ان اللي بيبيع ضناه علشان الكرسي بيخسر الاتنين. والتاريخ العثماني مليان قصص مرعبة زي السلطان محمد الثالث اللي أول ما مسك الحكم قتل 19 من إخواته في يوم واحد، وخرجت جنازتهم كلها في توابيت في يوم واحد مع بعض. والسلطان مراد الرابع وعثمان الثاني وغيرهم كتير كلهم مشوا على نفس النهج، الدم مقابل العرش. وفي نهاية الرحلة دي أنا عايز أسألك سؤال، تفتكر هل السلطة تستاهل إن الإنسان يقتل أقرب الناس ليه؟ كل دول راحوا والكرسي فضل موجود لغيرهم وما سابوش وراهم غير حكايات مؤلمة بتفكرنا إن الطمع في السلطة ممكن يحول الإنسان لوحش بيقتل أقرب الناس ليه. سامحني لو كنت رفعت لك الضغط، بس دي قصص لازم تسمعها. وفعلا لدرجة إن لما حسن انتصر بقى، المؤيد ده كان عنده ابن الق... ولاده حيدرة وحسن دخلوا وكمان علشان يحمل. وكان في مادة. أتمنى يكون الفيديو عجبك، ما تنساش اللايك وتشترك في القناة، واستناني في أصل الحكاية الجاية.